السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل طريقة فراخ حلوة قوي. انا معايا هنا نص فرخة وبصلاية وطماطماية وقرن فلفل وعصير نص ليمونة، ومعايا بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، كاري، كركم، بهارات فراخ، معلقة زعتر، معلقة صغيرة كبابة صيني، وتوم باودر وبصل باودر. وهناخد ده كله بقى كده على الكبة ونفرمهم كويس قوي، وبعد ما نفرمها شوية هنحط لها كده حوالي معلقتين زيت، وهنضربهم بقى كويس قوي كده بالزيت لحد ما ينعموا معانا خالص. بعد كده هنجيب الصينية ونجيب الفراخ بتاعتنا بقى وننزل عليها الخلطة الجميلة دي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شيماء حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. وان شاء الله تعجبكم الطريقة الجميلة دي وتجربوها ان شاء الله وتقولي رأيكم في التعليقات. اهم حاجة كده ان انا بدخل الخلطة في كل حتة في الفراخ كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، حتى بحطها تحت الجلد، وبعد كده هغطيها عادي بالفويل وهدخلها الفرن. هي الاكلة النهاردة سهلة وسريعة وجميلة في نفس الوقت. كده انا خلاص هدخلها الفرن. هي هتاخد معايا حوالي ساعة الا ربع عشان تستوي وتبقى طرية قوي. وهنا كده الفراخ خلصت معايا. هحط لها طبعا اللي انا بعملها على طول الفحمية، بس الفحمية كانت معلقة معايا النهاردة مش هي تولع، مش عارفة ليه. كل ما هحط فحمية ما بتبقاش ولع. وهنغطيها كده بقى بالفويل اللي كان على الصينية. بصوا انا عمالة احط كذا مرة فحم، وعملت بقى معاها مكرونة سباكيتي مع الفراخ دي، وكانت اكلة هايلة وطعمها جميل قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.